السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عليكم السلام. بص احنا كان في شحنه موتوسيكلات نازله، فانا كنت عايز اديك منها كذا حاجه تسوقها، واحنا يعني ان شاء الله هنظبط قطع الغيار والحاجات. هتدفع كام؟ هديك موتوسيكل هديه اه. بكام؟ هديك بص احنا منزلين موتوسيكلات من اول 20,000 جنيه لحد مليون جنيه. انا هديك موتوسيكل ابو مليون جنيه تعمل عليه ريفيو وترجعه، واديك موتوسيكل ب 20,000 جنيه. لا خسرانه مش مربوح. النهارده بجد والله عايزين نتكلم في الموضوع بتاع اللي هو عايز 150,000 جنيه. النهارده بجد جايين نتكلم في حته صناعه المحتوى، وايه الفرق ما بين صناعه المحتوى، ودي نقطه مهمه، فرق ما بين صناعه المحتوى وما بين التسويق، لان بيختلط الامر على الناس. طيب بص يا سيدي، انا النهارده وكيل تاجر، جبت سلعه، جبت كونتينر من الصين، جبت موتوسيكلات، جبت اي حاجه. طبيعي ان مفيش سلعه كامله، متفقين على المبدا؟ اكيد. حلو قوي. الطبيعي ان انا اشوف المشهورين في المجال، لو عايز اسوق لسلعتي سواء اكل، موتوسيكلات، عربيات، اشوف المشهورين في المجال وبعمل دعايه، وطبعا الدعايه دي بتبقى مدفوعه، والفلوس دي خلي بالك اللي في الاخر المشتري هو اللي بيدفعها من جيبه، التاجر مش هيدفعها من جيبه. طيب حلو، بس احنا في مصر عندنا الموضوع سيء للغايه في كل المجالات، مش في الموتوسيكلات بس. ليه بقى؟ لان التاجر يجي يحط رجل على رجل يقول لك لا انت ما تقولش عيوب، انت تشكر بس. طب يا حبيبي ما هو مفيش حاجه كامله، لا انت تشكر بس. وانا شخصيا شكرت كتير يعني، فاهم؟ تلاقي البلوجر من دول واقف قدام الموتوسيكل، مساعدين مقلوبه، ليد بيطير بيطلع على الحيطه. طب وبعدين ايه؟ فين الزتونه؟ فين المشكله؟ هو في برضه اقول لك حاجه، يعني منظور برضه تاني، اللي هو احنا ما بنعملش حاجه غلط وما بنضربش حد على ايده. ودي حاجه حقيقيه، ان انا مثلا دلوقتي لو خرجت قلت انا شايف ان العربيه دي احسن عربيه مثلا، ومحدش عندي حاجه. هو فكره ان انت بس ذو تاثير، كلمتك ليها تاثير، بس هما دي ما بتترجمش، دي حاجه ربنا هيحاسبك عليها. هما الفكر برضو، انا بجيب لك الفكره والفكره او المنظور الاخر ايه. انا برد عليك، ربنا هيحاسبك. طب ماشي، ما انا ما قلتلكش روح اشتريه، انا قلت لك الموتوسيكل ده نازل جديد في كذا وفي كذا، انا قلت لك الفيتشرز اللي فيه، بس انا ما جربتوش. فانت انا ما قلتلكش ان هو جامد، يعني انا قلت لك ان هو شكله جامد، اضاءاته جامده، مساعدينه شكلهم جامد، موتوره والسبيكس بتاعته جامده جدا، مش عارف فرده ايه، فرامله ايه، الكلام ده كله انا قلت كل السبيكس بتاعته. حلو. اغريتك انت اتغريت، ممكن غيرك لا. طب انا عايز انا ماليش دعوه. انا عايز اسالك سؤال. احنا النهارده بنحط كلمه مراجعه، ريفيو. يعني ايه مراجعه او ريفيو؟ المفروض تقول المنتج اللي معاك ده ايه، وتقول مميزاته، وتقول عيوبه، وتقول التجربه الكامله بتاعتك. تجربه كلمه مراجعه او ريفيو يعني تجربه كامله. انا النهارده طالع اقول ليد ومساعد مقلوب وشكل هجومي، يبقى انا كده اكتب سبيكس وجماليات الموتوسيكل، ما اكتبش كلمه ريفيو، ما اكتبش مراجعه، لان كلمه مراجعه دي يعني انا اقول العيوب والمميزات. طب ما سؤال بقى برضه، افرض الشخص ده بالنسبه له ده كويس، يعني هو مثلا، خلينا مثلا ناخد امثله في سكوترات وموتوسيكلات احنا جربناها، واحنا لما جربناها تجربه مختلفه تماما عن الريفيوز اللي احنا شفناها للموتوسيكل. هل ممكن تكون اختلاف تجربه قياده؟ يعني مثلا انت بالنسبه لك دي بيرفكت عشان انت ما سوقتش احسن منها. زي مثلا اقول لك حاجه، مثلا ساعات بنستضيف ناس ما بيكونوش ساووا قبل كده، فلا يقول لك انا بالنسبه لي فرامل جامده جدا بس هي فرامل وحشه جدا. فهل برضو ده جزء جهل من اللي بيعمل الفيديوز، ان هو ما عندوش علم كافي؟ بعد اذن تعالى كيف الفيديو، يعني بنصور يعني. معلش، انت النهارده اللي اول مره يشتري ده عينه بتزغلل بالكلمات البراقه. لا انا كنت بعمل كده. تمام. عينه بتزغلل بالكلمات البراقه، فانت النهارده هتقول له ABS شكل هجومي مش شكل هدومي شكل هدومي، انوار ليد، خلاص عينه زغللت. شو شكله حلو. طب ABS ده من شركه ايه؟ ما اعرفش. طب شكل هجومي، انا هعمل ايه بالشكل الهجومي عشان شكله حلو؟ ما اعرفش. طب مساعدين مقلوبه؟ ما اعرفش. طب الموتور السي سي الحقيقي كام؟ انا بقول الرقم اللي مكتوب على الموتور ممكن ما يكونش ده الحقيقي بتاعه، زي مواتير كتيره موجوده 250 وهي مش اداء ال 250، ده في 400 2 سلندر مثلا. تمام.
انا النهارده بقى عليا امانه اللي بيشتري ده جاهل وجاي يتفرج عليا، فانا هحاسب قدام ربنا ان انا اوصل له المعلومه صح وافهمه واوعيه. اقول لك على حاجه، في شركه موتوسيكلات مش هقول اسمها وهي عارفاني، لو شافت الفيديو يعني هم يعرفوني. شركه الموتوسيكلات دي في واحد نزل فيديو على التيك توك بيقول ان موتوسيكلاتهم فيها عيوب كذا وكذا وكذا. عارف عرض عليه كام عشان يشيل الفيديو؟ هو ما كانش عنده فولورز كتير يعني، عرض عليه 500 جنيه. 500 جنيه؟ ساعتها كلمني برايفت. الراجل صارف ومكلف. والله بقول لك ايه، انا ساعتها قعدت اقول له، قلت له يعني حتى انت لو هتبيع ضميرك هبيع ب 500 جنيه. الفكره بكل بساطه، انا كده كده هبيع وربنا هيرزقني، اجيب منتج كويس معقول. انا عارف ان السوق والاسعار غاليه، بس اجيب حد يقول عيوبه ومميزاته واللي عايز يشتري يتقبل. انما مش الناس تشتري وتدعي على اللي قال المميزات بس، ده ما يرضيش ربنا. وبعدين الاكلاشيهات بقت قديمه قوي. افتح اي فيديو بيقول ريفيو هيقول لك مساعد مقلوب، شكل هجومي، موتور قوي جدا. افتح اي فيديو كليشيه خلاص، انوار ليد، بص هوبا بص هوبا. وبعدين بقول لك وفي بقى اللي هو الكتل، يقول لك بص الكتل بتنور انا هعمل ايه بالكتل اللي بتنور؟ هقول لكم على حاجه بقى. احطها فين؟ في سكوتر نازل انا مش هقول اسم السكوتر، مش هقول موديله، مش هقول تفاصيله، ماشي؟ عشان صاحبه، بس صاحبي وعايز يبيعه كسر زيرو. اوكي. السكوتر ده اللي صفر عداد ده؟ السكوتر صفر عداد. السكوتر عمل ريسيت بعد 5000 كيلو وصفر العداد، وعداد فيه ابل كار بلاي وحاجات زي كده. مش هقول اسم السكوتر يعني. انا ما عنديش مشكله ان انت تجيب بلوجر او تجيب صانع محتوى وتقول له خد المبلغ الفلاني وسوق لي، هتتفق معاه على عدد فيديوهات، هتتفق معاه على عدد مشاهدات، وهو هيكون صريح. فهو بيقول ان هو سبونسرد من شركه الموتوسيكل. يعني مثلا اللي انا اقصده ايه، انا مثلا دلوقتي لو اس واي ام مثلا جت تقول لي والله يا زياد انت تبقى سبونسر لينا، فانا لما اخد موتوسيكل منهم هقول ان انا سبونسر من شركه اس واي ام، فالناس خلاص فاهمه ان انت سبونسر من اس واي ام، فبطريقه ما او باخرى انت في بايس او نوع من انواع التحيز تجاههم. فدي حاجه تبقى مش متفاهمينها، اللي هو ايه اللي بيتفرج فاهم ده، ان انت عندك نوع من انواع التحيز وانت قايل ان انت مش من تحت الترابيزه. بالظبط. ان انا ما ينفعش ان انا مثلا اجيب موتوسيكل واقعد اقول ده حلو جدا يا لهوي دي تجربه رهيبه، وانا ابقى من تحت الترابيزه قابض يعني. ما نراعي ربنا، لان زي ما بيقولوا كده دي فلوس حرام. انا بالنسبه لي دي فلوس حرام. لما انت تجيب لي منتج وانا اقول لك المنتج ده فشيخ ومفيش منه اتنين، وانت تشتري وتبقى عامل جمعيه وسالف من طوب الارض وتلبس بسببي، دي فلوس حرام دخلت بيتي. ده مش صح والله. في عيوب هقولها، في مميزات هقولها، وفي الاول في الاخر خلينا نكون متفقين مفيش موتوسيكل كامل. في واحد بيقدر يتقبل العيوب دي وفي واحد ما يقدرش يتقبلها. سهله جدا. هيلاقي اللي يشتريه. ما دام انت راجل ذكي اصلا من الاول وفكرت ورحت جبت سلعه كويسه. يعني ما انا ما اروحش اجيب سلعه خيبانه عشان انا استنصح واكسب قرشين. ما انا ممكن اجيب سلعه كويسه عيوبها قليله ومميزاتها كتيره واسوق لها كويس هكسب اكتر. انما انا خيبان وبستنصح اروح اجيب حاجه مجهوله الهويه، حاجه شاسيها بيتكسر، حاجه ملهاش قطع غيار او ما اجيبلهاش قطع غيار واقلب. تعالي شوفي الخيبه اللي احنا فيها. المايك وقع. راعوا ربنا في الفلوس اللي داخله جيوبكم. يعني الفلوس دي كده تعتبر حرام. ناس كتيره جدا بتدعي على ناس ضللتهم بسبب فيديوهات. طب لو انا قبضت وطلعت صدقه، ده عامل بالظبط زي الرقاصه اللي بتروح تحج كل اخر سنه تقول لك انا بشقى. انت ايه رميت المايك كده ليه؟ على فكره احنا لسه بنصور، شايفين رمى المايك ازاي؟